لو انت محبط ومش عارف تخس الفيديو ده علشانك. من اكبر مشاكل الناس الاوفر ويت قله العزيمه والاراده، وده بسبب حاله الاحباط، علشان جربوا انظمه كتير قوي وما وصلوش للنتائج اللي هم مستنيينها. ومن وجهه نظرهم اول واسهل طريقه لخساره الوزن هي العمليات الجراحيه زي التكميم او شفط الدهون. بس خليني اقول لكم بقى ان دي مش اسهل طريقه خالص لخساره الوزن، وده بسبب مخاطرها الكتير زي مخاطر البنج او العدوى او النزيف، او بعد العمليه زي ان الجسم ما بياخدش الفيتامينز اللي هو متعود عليها. علشان بمنتهى الصراحه كميه الاكل بتبقى قليله جدا، ونزول الوزن السريع اللي بيخلي الجسم هزيل. ده غير كمان دوامه عمليات اللي انت هتدخل فيها مع شد الترهلات اللي حصلت بعد العمليه. وخليني اقول لك ان الدكتور هينصحك ان انت بعد لما تعمل العمليه محتاج ان انت تنزل تتمرن. والحاله الوحيده اللي انا شايفها ممكن تعمل فيها عمليه هو ان انت يكون عندك مشاكل صحيه تمنعك منع تام ان انت تمارس الرياضه. في الحاله دي ممكن تتجه ان انت تعمل العمليه. وحابب اقول لكم من خبرتي وخبره التيم معايا من عملائنا اللي بيتمرنوا معانا في الخليج او في مصر، ان من اسرع واحلى واشيك الترانسفورميشنز اللي بتحصل هم الناس الاوفر ويت. واحنا في تيم عز قدرنا الحمد لله نساعد عدد كبير قوي من العملاء اللي اشتركوا معانا ان هم يوصلوا للهدف بتاعهم، وكانوا اكتر من 120 كيلو، وعملنا معاهم ترانسفورميشن قويه جدا. مستنيينك تكون واحد من عيلتنا ونساعدك كمان ان انت تغير شكل جسمك وصحتك للاحسن.